مرحبا بكم في قناة Arab Influencers News. في هذا الفيديو الجديد سنغطي أبرز أخبار وأحدث المستجدات في عالم المؤثرين العرب. الفيديو اليوم سيكون تقييم إطلالات المشاهير في خطوبة وسام قطب وسارة. خلونا نبدأ بإطلالة العروس. الفستان الأبيض البراق بتصميمه الفخم والراقي يعكس أنوثتها بكل تفاصيله الدقيقة، والطرطر اللامع أضاف لمسة سحرية. وما ننسى القفازات الشفافة اللي عطت الفستان لمسة ملكية وجذبت الأنظار بكل تأكيد. سنقيمها 10/10. أما العريس فأطل بإطلالة أنيقة جدا. البدلة كلاسيكية باللون البيج مع القميص الأبيض وربطة عنق زرقاء فاتحة كان اختيارا موفقا جدا. الألوان تناغمت مع الأجواء المناسبة وأعطته مظهرا راقيا يناسب هذه اللحظة الخاصة. وسام وشيرين إطلالتهم فخمة وأنيقة والألوان متناسقة تماما. سنقيمهم 9/10. اليونا ويزن ستايل عصري ومختلف. الجرأة في اختيار التصميم تستحق الإشادة. سنقيمهم 7.5/10. صبا بالنسبة لإطلالة صبا كلاسيكية جدا لكنها أنيقة. سنقيمها 8/10. إطلالة لنا لين ومصطفى تبدو أنيقة. لنا ارتدت فستان أسود طويل بتصميم فاخر مع تفاصيل بيضاء على الصدر مما أضاف لمسة من الأنوثة والفخامة. تسريحة شعرها ومكياجها متناسقان مع الإطلالة. لين تألقت بفستان أسود طويل مع لمسة بيضاء فريدة على الكتف مما منحها مظهرا راقيا وأنيقا. تصميم الفستان يعكس أسلوبا عصريا ومميزا. مصطفى اختار إطلالة كلاسيكية أنيقة بارتداء جاكيت بيج مع قميص أسود وبنطلون أسود. بشكل عام الإطلالات متكاملة ومنسجمة وتجمع بين الأناقة والفخامة بأسلوب عصري ومميز. سنقيمهم 9/10. بالنسبة لإطلالة سيدرا أنيقة وجذابة تتميز بالرقي والبساطة. في نفس الوقت الفستان الداكن ذو تصميم عصري والأكمام غير متماثلة يضيفان لمسة فريدة، بينما تسريحة الشعر الطبيعية والمكياج الناعم يعكسان أنوثة راقية. الإكسسوارات البسيطة تكمل المظهر دون تكلف مما يجعل الإطلالة متوازنة ومثالية للمناسبة. سنقيمها 9.5/10. وهكذا نكون قد قيمنا أبرز إطلالات المشاهير في خطوبة وسام قطب. أخبرونا في التعليقات من كان عنده أجمل إطلالة ومن كانت إطلالته أقل نجاحا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.